لما زالوا سهرين معنا في هذه الليلة. المنتخب الوطني انهزم بثلاثية كاملة، انهزم أمام ميسي الذي سجل ثلاثية كاملة ويعادل رقم كلوز ب 16 هدف في المونديال أو في على مر التاريخ في مشاركته في المونديال. سجل 16 هدف. منتخبنا الوطني انطلق جيدا في المواجهة لكنه لم يصمد أمام حملات رفقاء ميسي وثلاثية كاملة. هل هذه النتيجة الثقيلة ستؤثر على باقي المشوار؟ هل هي مجرد كبوة جواد؟ كل هذا سنحاول أن نحلله في حصة المونديال اليوم في الصبيحة وليس في السهرة بعد نهاية المباراة مباشرة. 3-0 من تسجيل ليونيل ميسي الذي هزم لوحده رفقاء أو أشبال بيتكوفيتش. علي بن شيخ، البداية بك. النتيجة كانت ثقيلة وكنت تقول قبل بداية المباراة أنه اللي يهمنا ليست مباراة الأرجنتين بل التأهل للدور الثاني. هل هذه النتيجة لم تكن منتظرة ولو أنه بالنظر لمجريات اللعب ارتكبنا الكثير من الأخطاء؟ نجمو نقولوا ما كناش نستناو بان سكور دو 3-0 كمام. قلنا هما نسيو نديروا المجهودات اللي لازم ونسيو نلعبوا، لان انا قلت لك من الاول وانا نقول لك بلي ما تهمناش الارجنتين، حنا نحوسوا كيفاش نتكاليفياو باش نتكاليفياو، نسيو نديروا تو نوت بوسيبل باش نسيو نديروا النيل او ما نخسروش بان سكور باري. ولهذا شفنا بلي لعبنا ضد فريق منظم كما يلزم الحال، عنده الحلول تاعو دائما يصيبهم. الكره تخرج من الدفاع لوسط الملعب، لي ميليو تيران يجيو يدومونديو لي بال باسكو عندهم دي سوليسيون، يجوا تريونغ توجور لا سوليسيون فير لا تروازيام بيرسون ستادير تروازيام جوار يجيو يدومونديو. عندهم حلول. الخدمه هذه فيها الحلول يلعبوا. وميسي ما كان لا نهضروا عليه لان لكن اين ما مشاتش الامور للمنتخب الجزائري رغم انه البدايه لم تكن كارثيه، يعني كنا اون بلاس من الناحيه التكتيكيه، لكن بمرور الوقت كي بدينا سيفري كنا غالقين كاع المساحات وما خليناهمش يتنفسوا. هما حوسوا يدخلوا من الوسط يحوسوا على ميسي، كنا غالقين. سيفري كنا ناجحين في هذيك، ولكن ناجحين ما حبطناش حتى كرينا دي زوكازيون دو بيت ولا ما عدا الهدف الذي رفض بداعي خلينا اون دور دو بيت با ابار سا مي لو ريست. من بعد فيريا ميزير بدات الامور تنحل لانهم بعد هما تغلبوا علينا، داونا كاع الملعب الميليو تيرا داوه هما سون تاكاباري دو ميليو تيرا ولاو يمشيو الكره كما يلزم الحال. ومن بعد كاين الغلطه تاع البرومي بيت لان الجوار اللي مد الميسي كسر لالين خطوط. نعم بوداوي ما قراش لو جو باسكو بوداوي اليوم كان خارج. لو كان قرا لو جو هذا كان هو اللي انترسبتي جازت عليه الكره. ودوزيام اللي غلط في هذا البيت قالنا سيماندي انت كي جازت لابال ميسي يحكم الكره ورايح بها، علاش تولي له اللور؟ عنده طبيعه يولي اللور، روح ليه انت. كاين بن 70 كنت متخوف من مندي منذ البدايه. انا قبل في ليميسيون قبل ما يبدا الماتش كلمت قلت بن سبعيني، ولو انه حتى بن سبعيني بدنيا ما كانش جاهز 100% اليوم. مش عليه مي بن سبعيني ما يديرلكش الماتش كيما موالف يدير، لان عنده شحال ما لعبش. عنده هذيك رجلو بوتات خايف شويه عليها ممكن، ولكن لعب شويه بالانتيليجونس تاعو، كان يبريسي كان يعرف يبلاصي روحه. مي مندي لو برومي بيت يا اخي ما ترجعش للور ميسي ولا ترجع له اللور خلاص. ما تنجمش تعرف كم مين راح يحطها. هذه غلطه. ابارتير دو مومون اللي ماركاو لك البيت خلاص، من بعد الوسط داوا كومبليتمون ولاو يمشيو بعقلهم يجريو في المقابله ويستناو البون مومون باش يزيدوا يسجلوا. سي اون ايكيب تري بيان اورغانيزي. احنا المهم اليوم ما نحبوا ما كان لا نقولوا شكون لعب مليح شكون ما لعبش مليح ولا باسكو لازم نحن رانا نحلوا على كل. فانا نقول لك فلان لعب مليح فلان. انا اليوم ليكيب سو لو بلون جو ما دارتش كيما موالفين نشوفوها كيما نحبوا احنا، ما شفناهاش هذه. الميليو تيران كان غايب بن طالب ابسون،
بوداوي ابسون، كان شايبي ومازا هما اللي كانوا يسيو يديروا لو جو شويه. ولكن احنا دوكا علاش قلت لك هكذا، ستادير يفو دوكا انا نظن يفو ما بونسيو بروشان ماتش مع الاردن. مع الاردن يفو لوجيكمون في الفوتبول والو بارفوا لا لوجيك ما تكونش. اون فا سي دو غاني مع الاردن باسكو تربح ماتش ودير ماتش نيل جو سير سير 4 نقاط. انا من الاول وانا نقول لك نتكلم على لا كاليفيكاسيون، ما نتكلمش على الناس تتكلم تقول لك نربح الارجنتين ندير ماتش نيل. سي ديفيسيل هذا لو باري هذايا. هل هذه الهزيمه ما راحش تمر بسهوله؟ يتقاسوا ذهنيا، ولكن انا جو بونس كو نون با الشوا كو دو سو ريسيزير. دونك كاين ماتش دو ماتش مع l'Autriche et l'Ordon, ils sont obligés de réagir. ولكن Erdogan, je pense que c'est Mendy, il a touché un point important, c'est le côté moral. لازم اللاعبين تاع المنتخب، احنا ما جيناش لكأس العالم باش نشوفوا ميسي يلعب كرة القدم، احنا جينا باش نلعبوا نمدوا كما قال كعلي سكون سي فير سكون بو فير سيرتو التأهل سكون بو فير. ما جيناش باش نتفرجوا الناس. لي جوار تاع ليكيب ناسيونال لازم يفهموا بلي لا كوب دي موند بدات سا كومونسي خلاص ضد الاردن. سي ان ماتش ديسيزيف بور نو الان صح مصيري. لو تخسر المباراة الثانية راك مقصر. بدو واش لازم. يا دي ماتش شفنا مع لاونس، شفنا جيبو سبيكتا، شفنا مع اليوروغواي. il faut essayer de reproduire ça. اليوم ما كنا غايبين. اليوم انا جاب لي ربي احترمنا بزاف الارجنتين اكثر منا احسن منا. اون سافي دو توت لي فاسون باللي الكفه كانت تمشي تميل ليهم. ولكن الكومبورتمون تاعنا تاع لي جوار تاعنا يبين لك باللي شغل هذا الماتش ما يتسيكونتيش ولا نو. maintenant il faut commencer à jouer la coupe du monde, il faut montrer ce qu'on sait faire. واضح. امين، شو كي تشوف لي ستاتيستيك تاع اللقاء لي كورنان الاستحواذ على الكره كان متقارب بينه وبين الارجنتين، ما كاش فرق كبير صحيح، ما كاش فرق كبير. سامر واش قال لك حاجه مهمه، شغل قاعدين نشوفوا في الارجنتين ما كانش هذيك الجرينطا هذيك اللي تبين باللي راني حاب ندير تعادل او حاب نفوز. صحيح. احنا واش تكلمنا قبل اللقاء وعده ايام من قبل قلنا نلعبوا مع بطل العالم هو المرشح على الورق للفوز. صح واش قلنا؟ يفو جوي حنايا وكان خسرنا. كاين طريقه اللي تخسر بها. معليش كره القدم فيه خساره فيه ربح فيه تعادل. احنا تكلمنا قبل اللقاء قلنا رانا متفائلين بارابور شفنا لي دوبي تاع الكوب دو موند هذه. شفنا عده منتخبات كبيره ضد منتخبات صغيره تعادلوا. لهذا احنا اليوم الطريقه اللي يلعب بها المنتخب الوطني خاصه من الناحيه الدفاعيه. احنا دفاعيا اول ما عندنا مشكل تاع الدفاع منذ زمان. كما قال لك ميلود جديات في المباريات الاخيره اصبحنا لا نتلقى اهداف. ما تلقيناش امام بوليفيا، ما تلقيناش امام هولندا، ما تلقيناش امام الاوروغواي. يعني منذ كاس افريقيا على ما اعتقد ما تلقينا حتى هدف. تكلمنا قلنا باللي كاين ثغرات، قلنا باللي ضد هولندا. تكلمنا مقبلات في ليكول واش قلت لك؟ قلت لك اسمع هذاك مالينس هذاك كيما ميسي هو رطب لي بوا فارغين غرمها برا. اليوم ميسي لقطه هدف تروا بيت ما كاش تمسخير. اسمع كاين جوده تاع لاعبين. كاين لا مش لاعبين ماشي تروا بيت. كاين اللي هذيك لا تيرا السيتي كاين اللي دو فوا يا اخي راحوا له. ايش نحكوا حنايا على الاهم يعني وين كان ديسيزيف. اليوم علاش قلت باسكو لو كان كاع لي تير تاع ميسي يدخلوا كان ندير 7. علاش قلت لك هنا قلت لك يا ودي اليوم خاصه الطريقه الدفاعيه باسكو ماشي اهم. مقبله تاع علي تكلم لك قال لك انايا وكان بريفيت تلعب 5-4-1 سي فري ترونفورسي لاكس باسكو حنا عندنا مشكل في اللاكس. ماشي هذا هو المشكل المنظومه الدفاعيه كيفاش تتعامل بها. باسكو يا سيدي دفاعيا ما كناش مام احنا كي تجي تشوف ما عدا حاج موسى وقويري لعبنا بوسط ميدان، لاعبين وسط ميدان ولاعبين دفاعيين اسمها مدافعين. لهذا ما كان زعما قال دخلنا محرز حاج موسى عموره قويري لعبنا لا بليبار. حنا واش قلنا لونطينور النيه ديالو باينه الميليو تيران يعمر الميليو تيران. كي يكون عندنا بالون كاين شايبي لي بلونجي في لاطاك مازا يروح يعاون الهجوم. شفنا بعد كيما نقولوا شايبي خلق عموره خلص ما امناش بروحنا ما عاودناهاش شاك فوا. نعم رضوان مينوت الخلاصه تاع المقابله تاع اليوم حنا نتكلموا على كيفاش نلعبوا كيفاش كذا،
ولكن الخلاصه الحقيقيه تاع مقابله اليوم ان لاعبي الفريق الوطني تخوفوا كثير ورفضوا اللعب في المقابله هذه كما تكلم لك سمير. نظن ما امناش بروحنا، كبرنا الخصم كثير كثير. الخصم العام والخاص يفهم باللي الفريق الارجنتيني هو حامل لقب، لكن يفوجوا هو الفريق اللي عنده ارمده من اللاعبين، ولكن ما يمنعكش باش تأدي مقابله في المستوى. كان كل الامكانيات موفر للاعبين باش الاقل حتى وننهزموا نديروا مقابله اللي تليق بسمعه الكره الجزائريه. واضح سي علي. راح نبقاو معاك بعد قليل، نروحوا للميلود جديات. قبل ان نفصل بالتفصيل الممل، كيف هي قراءتك اليوم على العموم لما حدث للمنتخب الوطني؟ شفنا مراحل متباينه في المباراه، نفرحوا ونقولوا بدينا مليح، بعدها الهدف جاء الهدف، قبل هذا جاء هدف شيبي الذي رفض. نهاية المرحلة الأولى لم تكن على أحسن ما يرام، بداية الشوط الثاني كنا في المستوى ثم تسجل لنا الهدف الثاني خلاص، ومن بعد لقينا روحنا أسفيكسي. شنو هي قراءتك أو أسباب هذه الهزيمة الثقيلة حسب رأيك؟ شوف رضوان، تكلمنا قبل المقابلة، تكلمنا خصيصا على وسط الميدان رضوان. صحيح. لو فزنا بوسط الميدان وما ارتكبناش أخطاء وما خليناش مساحات للفريق الخصم، لأنها تحب ولا تكره رضوان، راك تلعب ضد فريق عالمي، لاعبين ذو خبره كبيره، عندهم امكانيات كبيره رضوان. لو لاحظت مدافعين تاع الارجنتين كيفاش يخرجوا بالكره، وفي لكن الريتم كان بطيء شويه، ريتم بطيء، ولكن في 30 متر الاخيره كانوا يسرعوا في الهجمات تاعهم رضوان، وتحسهم باللي متفاهمين في لي كومبينيزون بيناتهم، تحس يشغلوا ويشوفوا في بعضهم. دونك كاين دي زوتوماتيزم. دونك رضوان هما تغلبوا علينا، اما على غير العشر دقائق الاولى اللي كنا بيان اون بلاس، ولكن بعد تسجيل الهدف للفريق الارجنتيني نظن باللي الدفاع تاع وسط الدفاع والدفاع كنا كارثه رضوان. نظن نهار اللي يتغلبوا عليك في وسط الميدان والفريق الارجنتيني ماشي اللاعب اللي كان ثقيل رضوان، كانوا يسيروا في المقابله على حسب الريتم تاعهم هما رضوان، كانوا يلعبوا يكونسيرفيو بالعقل من اللور، وين يغتنموا الفرصه في 30 متر الاخيره وين تشوف ميسي لاكسيليراسيون تاعهم. نظن باللي نظن النقطه السوداء اليوم وسط الميدان رضوان. هزيمه تعتبرها مستحقه يعني رضوان؟ منطقيه. احنا تكلمنا رضوان، احنا تكلمنا كيما